السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ قولولي بقى، احنا جهزنا خلاص البيوت وجهزنا الزينة وجهزنا الأكل والشرب وكل حاجة. عايزين بقى نجهز قلبنا قبل دخول رمضان. عايزين نجدد النوايا ونخش بقلب سليم، قلب كله خير وطمأنينة وسلام. تعالوا نشوف، هقولكوا على شوية أفكار أنا بعملها قبل رمضان عشان أخش رمضان بنية خالصة لله لوجهه الكريم كده بإذن الله. قبل ما هبدأ يا حبايب قلبي هقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم بلغنا رمضان وقد غفرت لنا ما مضى وأصلحت لنا ما هو آت يا رب العالمين. يا رب إن في قلبي أشياء لا يعلمها إلا أنت، هموم أخفيها ودموع أكتمها ودعوات انتظرت طويلا لتحقيقها يا رب العالمين. فاجبر يا رب بخاطري وخاطرنا جميعا جبرا يتعجب له أهل السماء والأرض. اللهم طهر قلوبنا قبل ما رمضان يدخل علينا يا رب العالمين، وانزع منه كل حزن وكل ضيق وكل أثر وجع، وامليه يا رب رضا وطمأنينة وقربه منك يا رب العالمين. يا رب لو كان بيني وبين أي حد خصام فطهر قلبي من الزعل، وإن كنت يا رب قصرت في حقك فسامحني وردني إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اجعل رمضان هذا العام بداية لنا يا رب، قوة بعد ضعف، نور بعد ظلام، وفرج يا رب بعد ضيق. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دعاء إلا استجبته يا رب العالمين، ولا حلما في قلوبنا إلا وحققته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا في رمضان دمعة خشوع وقلب خاشع وعمل متقبل، ونصيبا يا رب من ليلة القدر ولا يحرم منها أحدا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين آمين آمين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد، ويلا بينا نتكلم مع بعضينا كده ونشوف احنا هنعمل ايه. رمضان خلاص قرب، والسؤال الأهم احنا مش هنطبخ ايه، السؤال الأهم والمهم قلبك جاهز لرمضان ولا لا؟ احنا كل مرة قبل دخلة رمضان بننظف البيت ونجهز المطبخ ونشتري حاجة رمضان، بس عمرنا ما سألنا نفسنا احنا عملنا كل ده ليه؟ نظفنا قلبنا قبل ما الشهر يدخل؟ عايزين يدخل رمضان يعدي علينا مختلف بقى يا بنات، غير كل سنة. عايزينه بجد بجد يكون بداية جديدة، نقطة تحول لنا كلنا. ان شاء الله يكون في توبة حقيقية، يكون في بإذن الله راحة بعد التعب اللي احنا جاهدناه طول السنة من رمضان لرمضان. لو نفسك بقى ان رمضان ده يكون مختلف، الفيديو ده ليكي. ليه بقى؟ ليه لازم نجهز قلبنا قبل رمضان؟ عشان رمضان مش صيام عن الاكل، ولا صيام عن الزعل، ولا صيام عن الغيبة او المقارنة او القهر اللي جوانا. لو دخل علينا رمضان وقلبنا مليان زعل، خصام، غيرة، احباط، هنصوم بس عن الاكل بس مش هنحس بطعمه الحقيقي. لان رمضان محتاج قلب مسامح، قلب ناوي يبدأ من جديد، قلب خفيف. عايزين نجهز قلبنا يا حبايبي. عشان ايه؟ عشان نخش كده بنية خالصة لله. حتى لو مش هنعتذر، ها، مش عشانهم بقى، لا احنا هنسامح عشان خاطر قلبنا يرتاح ولوجه الله. فاهماني؟ مش لازم تعتذري بس سامحي علشان تخشي رمضان ونيتي خالصة لله. قولي يا رب انا مسامحة كل حد ظلمني، مسامحة يا رب وسامحني زي ما سامحتهم. واقفلي اي وجع فاتك، اي ملف عندك في الماضي كله زعل اقفليه، لان احنا كلنا عندنا وجع. بس رمضان فرصة ان احنا نقفل الصفحة دي. مش لازم ننسى، وصعب انا عارفة ان احنا ننسى، بس مش عايزين نعيش نفسينا بقى أسيرة للذكريات. لأن بجد أول ما بتدمرنا إحنا، بتدمر صحتنا إحنا. انتي حددي نيتك من دلوقتي واسألي نفسك، او انا عايزة اطلع من رمضان ازاي؟ اقرب لربنا، منتظمة في الصلاة، اكون اهدى نفسيا،
عادة بتعمليها مش حلوة انت عايزة تبطليها. اكتبي هدف واحد، يعني واحد بس كده، ويكون واضح، وابدأي من النهاردة كده انوي ان انت عايزة تجددي الحاجة دي، تبدأي الحاجة دي. حتى كده لو دقيقة واحدة بس بينك وبين ربنا قبل ما رمضان يدخل، خدي دقيقة كده كل يوم، استغفار، دعاء، اقرأي قرآن. عايزين نختم كذا ختمة السنة دي، حتى لو آية كل يوم. عودي نفسك آية من هنا لغاية الكام يوم اللي باقيين، هتلاقي نفسك إن شاء الله أنجزتي وبدأتي تنجزي وبدأتي. احنا عايزين نعمل ختمات كتير يا بنات، ربنا يتقبلها مننا يا رب. بصي، عايزة لما الشهر ده يدخل تكون انت متعودة لسانك واخد على الاستغفار والدعاء وقراءة القرآن والتسبيح. كل الحاجات دي قوليها. خدي قرار من دلوقتي، لان رمضان مش مضمون، ما يمكن يكون ربنا يديكوا العمر كله يا رب، ما يمكن يكون اخر رمضان لينا، محدش عارف. ربنا يكتب لنا الخير حيث كان يا رب، ويبلغنا رمضان اعواما عديدة وازمنة مجيدة. قادر كريم يا رب العالمين. بصوا، لما بقول لكم الواحد يعني رمضان مش مضمون وممكن يكون اخر رمضان لينا، الكلمة تقيلة قوي، بس للأسف هي حقيقة وواقع. اسألي نفسك، لو ده آخر رمضان هدخله بقلب عامل ازاي؟ مستنية ايه اللي يتغير فيا؟ ابدأي على طول، ابدأي بنفسك، وهتلاقي ربنا هيكرمك فوق ما تتخيلي، لأن ربنا الكريم الحليم الغفور. أنا عايزاكي تاخدي القرار دلوقتي، مش بكرة، مش أول رمضان. أنا عايزاكي من دلوقتي قولي يا رب السنة دي مش زي أي سنة، أنا ناوية أتغير. خليها سنة الرجوع إلى الله، خليها سنة راحة، خليها سنة كلها سلام نفسي، لأن أنت تستاهلي تكوني قريبة من ربنا وفي مكانة حلوة. احنا دايما بنتعب عشان ولادنا وعشان حياتنا تمشي وعشان حاجات كتير، بس الأهم بقى إن أنا أجهز نفسي عشان ربنا، أجهز نفسي عشان ربنا. ربنا يكرمكم كلكم جميعا يا رب من واسع فضله، ويرزقكم يا رب رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. انا حبيت اقول لكم بس ازاي، يعني انا بقول لكم اللي انا بحاول اعمله كل رمضان. كل رمضان لازم ادخل رمضان وانا مجدده النوايا. ممكن تكون حاجه بسيطه انت بتعمليها، جددي كذا نيه فيها، واجري عليها، خدي الثواب، خدي الثواب. ربنا بيبانوا للخير كتيرة كتيرة قوي. شوفي ايه اللي تقدري تعمليه وتمني على قد ما تتمني. انا عايزة اقولك ان مفيش حاجة مستحيلة، في حاجة اسمها ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أي أمنية انت شايفاها مستحيلة، لا ادعيها، بس ادعيها بيقين. أنا واثقة يا رب ان انت هتحقق لي الأمنية دي يا رب، أنا واثقة وعشمانة فيك. اوعي تتعشمي في بشر، اوعي. البشر محدش ليه أمان خالص خالص. اتعشمي في اللي خلقك، اتعشمي في ربنا سبحانه وتعالى. هو اللي هيطيب خاطرك، وهو اللي هيحقق لك اللي نفسك فيه كله، وهو اللي معاكي وسندك. هو ربنا سبحانه وتعالى هو السند، من غير ربنا ما الناس سند. ربنا يا رب يرزقكم جميعا ويديكم الصحة والعافية، ويخش عليكم رمضان وانتوا في أتم صحة وفي أفضل حال. بجد كلمت معاكم من قلبي، وربنا يتقبل يا رب. انا عملت شوية يا بنات، على فكرة انا عايزة اقول لكم ان ده ما كانش فطار، ده كان غدا، ده كان غدا. انا قلت اتفقت معاكم ان انا هعمل الكام يوم دول اكلات شعبيه حلوه كده. فانا عملت ايه يا بنات؟ كان نفسي قوي قوي في المسقعه، كان نفسي فيها قوي. عملت شويه مسقعه حلوه كده بدقه الثوم والخل يا بنات، خطيره. حطيت فيها بطاطس وبتنجان وفلفل قليتهم، وشوحت معلقتين توم كده على النار بشويه زيت على سمنه. وبعد كده اول ما التوم ريحته طلعت، نزلت بصلصة الطماطم اتسبكت، نزلت بالخضار زي ما انتوا شايفين كده. وحمرت بقى البطاطس جنبها، وعملت طبق فول بقوطة. برضو الفولة بقوطة عملته بتوم يا بنات، شوحت شوية توم ونزلت بصلصة الطماطم، حطيت ملح وكمون وفلفل اسمر. وبعد كده يا بنات قمت نازله بالفول اول ما اتسبكت. قطعت خيار، عملت حته جبنه بقوطه، قطعت بصل عشان السكر، فاهمين قصدي؟ والحمد لله على كل حال يا بنات، ربنا يصلح الحال من عنده يا رب، ربنا يصلح الحال من عنده. ودايما بيوتنا عمرانة. انا قلت امشي الكام يوم اللي باقيين دول علشان بقى ايه ننزل بالتقيل اول رمضان. عايزين اول رمضان كده نعمل اكلة حلوة كده، حاجة كده فاخر من الاخر. فقلت بقى ايه، والله العظيم العيال ايه
ماما وانت هتعملي لنا ايه؟ اقول لهم بصوا ده انا هعمل لكم شويه اكلات، اصبروا بس عليا. عماله اقلب في دماغي بقى اجيب في الاكلات الحلوه الجميله. والله العظيم اقسم لكم بالله انا بموت في الاكلات الشعبيه دي عن الاكلات التانية. يعني انا حطيني قدام مسقعه، كشري، بعشق الكشري، بعشق المسقعه. بحب قوي البصاره يا بنات، عارفين البصاره؟ بعشقها، بعشق البصاره بالورد اللي عليها من فوق كده، يا ربي خطيره. كل الحاجات دي انا بحبها. لو كنت بقى الفيديو بتاعي لمس قلبك اكتبي لي كومنت وقولي لي انت ناويه تبداي بايه السنه دي، اللي عايزاه يتغير فيكي وناويه ان انت تشتغلي عليه. وما تنسيش بقى يا حبيبه قلبي اختك ام مازن في اشتراك، لو لسه ما اشتركتيش امانه عليكم. انا على فكره بيجيني اشتراكات كتير وفجاه بلقاها ايه، حذفوا الاشتراك تاني، مع ان انا بكون دخلت عندهم. فبالله عليكم يا بنات والنبي خليكم صادقين معايا زي ما انا والله صادقه معاكم. ما تنسينيش في اللايك، ما تنسينيش في دعوة حلوة، في كومنت حلو. واخر كلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.